أنثى مسلمة لازم أول حاجة هنبدأ فيها ونتكلم عليها هي الأخلاق. لازم يكون عندك أخلاق، ومفيش أحسن من ولا أجمل من أخلاق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، عشان نكتسبها منه، عشان ناخدها منه، وعشان نتعلمها، وعشان لازم تبقى فينا. وأول صفة لازم تبقى فيكي، وهي من مواصفات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان صادق وأمين. لازم تكوني صادقة في كلامك، ما ينفعش تكوني كذابة. والكذب النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الكذب، وقال لنا إياكم والكذب، فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور تهدي إلى النار. ما ينفعش خالص إن أنت تكوني كذابة. لازم تكوني صريحة، ولا صريحة مع نفسك، صريحة مع غيرك، صريحة في معاملاتك مع الناس. الكذب ممكن ينجيك النهاردة، وإن ينجيكي من مشكلة النهارده هتحصل، بس مش هينجيكي بكره، مش هينجيكي في الاخره. واحنا قلنا اهم حاجه عشان تقدري تنجحي في حياتك لازم تهتمي بحياه الاخره. لازم تكون امينه، امينه على اي سر، امينه على اي حاجه. حد اداكي امانه لازم تحافظي عليها وترجعيها. حتى لو حد جه فضفض معاكي، لو واحده جت فضفضت معاكي مثلا واشتكت لك، الفضفضه دي امانه هي بتسلمها لك، بتفضفض معاكي عشان ترتاح نفسيا، وعشان تخرج الطاقه السلبيه دي من جواها. فلازم تكوني امينه على الفضفضه دي، ما تنقلهاش لحد تاني، وما تقدري الخواطر. لازم يكون عندك الصفه الجميله دي اللي كانت على النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا محمد كان بيكبر بخاطر كل الناس، القوي والضعيف والمساكين، كان بيكبر بخاطر الاطفال، لدرجه ان كان في طفل اسمه بش، كان ابوه وامه توفوا في غزوه من الغزوات، وكان عمال يعيط وزعلان. النبي عليه الصلاه والسلام لما شافه قال له مالك يا باشا؟ قال له انا ما بقاش ليا ام ولا اب. قال له اعتبرني انا ابوك والسيده عائشه امك. والطفل فعلا ضحك واتبسط وجدا من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. النبي كان بيكبر بخاطر كل الناس، حتى اليهود ما كانش بيكسر بخاطرهم، ولا بيبدأ بالأذية أبدا. الخواطر حتى لو بكلمة، الكلمة الطيبة تاخدي عليها صدقة. يا تقولي كلمة طيبة وتكبري بخاطر اللي قدامك، يا تسكتي أحسن. من الرحمة والإنسانية، خليكي رحيمة. لازم يبقى عندك رحمة وقلبك فيه رحمة. خليكي رحيمة، اوعي تقسي على حد، اوعي تيجي على حد، اوعي تيجي على حد غلبان، او تيجي على حد ضعيف، او تيجي على حد مريض. اوعي تقفي قدام حد وتقسي عليه وتفتكري نفسك ان كده شخصيه قويه وان مفيش زيك. لا، صدقيني الشخص اللي انت جيتي عليه ده، اللي هو مش قادر يقف قدامك في الدنيا، ممكن يبقى عند ربنا في الاخره احسن منك، وهياخد حقه منك. فليه ما تقسيش على حد ولا تيجي على حد؟ ربنا قال لنا ان مفيش حد هيدخل الجنه الا لمن اتى بقلب سليم. يعني الشخص اللي هيبقى قلبه سليم، اللي قلبه طاهر، هو اللي هيخش الجنه. لو انت كنت قاسيه في معاملاتك مع الناس، صدقيني